تفتكر إن ناسا هتفاجئنا قريب وتقول لنا إن الكائنات الفضائية فعلا موجودين؟ سنة 1835 انتشرت خدع بتقول إن في رجالة على شكل خفافيش عايشين على القمر، والناس صدقت لأن فكرة وجود حياة بره كوكب الأرض كانت موجودة من زمان. وعشان العلماء يحسموا الجدل قرروا ياخدوا خطوة عملية واقترحوا إنهم يسمعوا إشارات الراديو الفضائية، يمكن يلاقوا أصوات للفضائيين ويتأكدوا وجودهم. وفعلا نفذوا الفكرة سنة 1960 في مشروع أزمة اللي عمله فرانك ديريك عشان يحاول يسمع الفضاء بتكلفة $2000 بس، وكتب معادلة كاملة عشان تحسب احتمالية إننا مش لوحدنا. وفي السبعينات ناسا أطلقت مركبات فضائية للمريخ على أمل تلاقي حياة، لكن اللي لقوه مجرد صحراء ميتة. العلماء بدأوا يفقدوا الأمل لحد ما حصل اكتشاف قلب الموازين. اكتشفوا كائنات حية عايشة في أعماق المحيط في حرارة وضغط كان المفروض يستحيل تعيش فيهم، وده اللي خلاهم يقولوا إن ممكن نلاقي حياة موجودة في أماكن غير متوقعة في الكون. ورجعوا يشكوا تاني في التسعينات إن في حياة على كوكب المريخ لما اكتشفوا نيزك نازل من المريخ عمره ملايين السنين بيحتوي على مواد عضوية. ودلوقتي ناسا شغالة تحلل أغلفة جوية لأكتر من 6000 كوكب بتدور على غازات ممكن تثبت إن في حياة بره كوكب الأرض. قول لنا بقى في التعليقات، هل ممكن فعلا يكتشفوا حياة على كواكب تانية ولا لأ؟ ولو أول مرة تشوفنا، إحنا قناة جذور بنتكلم عن تاريخ وأصل الأشياء، عشان تفتكر دايما إن قبل ما تفكر في بكرة لازم تفهم امبارح الأول.